أما الذي يعتقد أن الله في السماء، يقول ابن عربي في ديوانه، واسمعوا هذه الأبيات الجميلة ثم احكم بعقلك، هل هذا الرجل يقول بوحدة الوجود أم أنه بريء من ذلك؟ يقول في ديوانه: ودع مقالة قوم قال قائلهم بأنه بالإله الواحد اتحدا، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا، وعن عقيدته وعن شريعته فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. هذا كلام ابن عربي. الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا، وعن شريعته وعن عقيدته فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. رجل يقول هذا، بينما العقائد السلفية تعلم الناس أن الله تبارك وتعالى موجود حقيقة في السماء. خلي بالك كده دلوقتي هو بيحتج على ان السلفية الحشوية بيقولوا ان ربنا على العرش وان هو في السماء. نعم. فاذا كان ده الكلام اللي موجود في القصيدة اللي احتج بها هذا الرجل فيما قاله ابن عربي، شوف التناقض بتاعه، شوف التناقض بتاعه. فالكلام ده بيدين مين؟ بيدين الشيخ شمس الدين البرومبو لو هو بيحتج بالايه بكلام ابن عربي على مذهب السلف او على ان هو على حق يعني. فالمفروض تحتج بكلامه كله، انت مش تاخد منه جزء وتسيب الباقي. تمام. انت قاعد بتعيب على اللي بيقول ان ربنا فوق العرش، وقاعد بتعيب على ان اللي بيقول ربنا في السماء. فاذا كان بقى ابن عربي نفسه بيقول ان ربنا فوق العرش، طب اسمع بقى ابن عربي، اسمع ابن عربي بيقول ايه. ما لي واياك غير الله من سند، وفاز من يتخذ رب الورى سندا. نعم. هو المهيمن فوق العرش مسكنه كما يليق به دينا ومعتقدا. يعني هو المهيمن فوق العرش مسكنه. نعم. احنا نقول استواءه لا نقول مسكنه، لأن الكلام ده لا يصح ان يقوله سلفي. اقول لك ازاي. نعم. فهو المهيمن فوق العرش مسكنه كما يليق به دينا ومعتقدا. ايه رايك بقى يا شيخ برومبو في اللي بيقوله ابن عربي؟ كده مع السلفيين وكلام السلفيين صح ولا حشوي؟ صحيح. شوف اهل